السلام عليكم، ازيكم جميعا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده فيديو جديد. لو اول مره تشوفي القناه اعملي سبسكرايب وفعلي زرار الجرس علشان يوصلك اشعار بكل الفيديوهات الجديده، وعايزاكم بقى تعملوا لايك على الفيديو ده. بصوا بقى، انا عايزه اقول لكم كده إيه يعني وحشتوني جدا 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 بجد. انا عارفه ان انا بقالي كتير غايبه، بس غصب عني بجد. هحكي لكم دلوقتي على واحنا في اثناء الفيديو، يعني هقول لكم يعني ايه اللي حصل معايا وكده. بس هنا كده كنت باوريكم بقى، انا هنا كده كنت مطبقه من بالليل يعني للصبح، فاهمين؟ بصوا كنت باوريكم كنت داخله البلكونه اجيب حاجه، فلقيت الجو كان حلو قوي ولسه بقى الشمس بتشقشق وكده، فحبيت اصور لكم كده المقطع ده. مش قادره اقول لكم بقى، وريحه الجو كانت حلوه قوي، لان انتوا عارفين انا شتويه، انا بحب الشتا جدا، فريحه الجو والمطره في ريحه شتا كده، فانا بحب الجو ده قوي. المهم بقى دخلت، يعني طبعا بصوا شايفين المنظر. انا عايزه اقول لكم على حاجه، انا اقسم بالله الفيديو ده ما كنت هصوره. حرفيا انا حقيقي يعني حاجات كتير قوي بعملها وما بقتش ان انا اصورها. انا مش عارفه مين ليه، حرفيا ما بقاش ليا نفس لاي حاجه خالص. ما اعرفش الفتره دي نفسيتي مش احسن حاجه، مش مظبوطه. بقالي اصلا فتره مش في البيت، ما كنتش في البيت اصلا. يعني انا قعدت في البيت تقريبا اول 3 ايام من رمضان، وبعد كده رحت عند ماما قعدت حوالي 15 يوم. بعد كده رجعت بصوا هنا كده، رجعت عشان اطلع الهدوم اللي هو الصيفي. انا حاسه ان انا ملحقتش، اقسم بالله الهدوم اللي احنا طلعناها دي ما اتلبست، ولا الفرش اللي هو الشتوي ده اصلا اتفرش. بجد اول شتاء يعدي بالسرعه دي، واول رمضان يعدي بالسرعه ديت. مش عارفه في ايه. المهم ان انا قعدت ال 15 يوم دول عند ماما، بعد كده رجعت تاني. قُلت بقى إن أنا إيه، أعمل كده الصيفي والشتوي، لإن هي دي آخر موجة في السقعة، وبعد كده خلاص الجو هيبقى حَر. فطبعًا مش هاعرف أعمل بقى الحوار ده في أجازة العيد والكلام ده، فقُلت لأ، أنا هاطلّع الهدوم الصيفي وأرصّها وكده، وأشيل الشتوي، وهاسيب بس كده لكل حد فينا غيارين 3 برّه شتوي، لحد ما الجو إيه، يضبّط. بُصّوا بقى، أحكي لكم بقى على اللي حصل لي بقى، وأنتم بقى بتشوفوا كده. بُصّوا شايفين الرصة، رصة معلِّم، مش قادرة بس أقول لكم الرصة اللي أنا رصاها عاملة إزاي. بس بجد اتخنقت من موضوع الهدوم والتطبيق والشيل والحط ده، ما لحقتش. ده أنا من كام يوم كنت شايلة ده كله عشان بانضف تحتيه، وكنت أصلًا مروّقة الدواليب والدنيا دي كلها. حاسة إن أنا عايشة حياتي كلها باشيل واحط واطبق واغسل وانشر لا لأ، بجد الموضوع مرهق. بصوا بقى، أنا يا جماعة من قبل رمضان كده، وأنا في حاجات غريبة بتحصل معايا بجد والله، يعني حاجات مش طبيعية. حاجات كتير أوي عمالة تبوظ في البيت. نفسيتي مش أحسن حاجة. طبعًا أنتم عارفين البيوت كلها فيها مشاكل طول الوقت. عارفين اللي هو فيه إيه، شد 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 شد. فحسيت إن أنا مضغوطة بجد. وكمان بقى إيه، آمم أنا من النوع اللي لمّا الضغط بيزيد عليَّ باحب إن أنا أبعد، أحسن ما تبقى يعني إيه. طبعًا أنتم عارفين ما فيش بيت بيخلى من المشاكل يعني. بس إيه بقى، لمّا تاخدي كده إيه، يعني جنب كده شوية أحسن من لمّا تشدّوا مع بعض وتبقى مشكلة وخناقة كبيرة وكلام زي كده. أنا ما مشيتش خناقة ولا حاجة، بس أنا مشيت إن كانت نفسيتي تعبانة. أنا أصلًا مضغوطة من قبل رمضان. مواقف كتير وحاجات وصحاب ومشاكل وضغط وحاجات تانية كتير حصلت لي. في حاجة تانية حصلت لي والله، بس مش عارفة أقولها لكم والّا لأ يعني. ساعات كده باحس إن في حاجات ما لهاش لازمة إن أنا أقولها لكم، وفي حاجات ساعات باحس إن هي لازمة. فهافكر كده واشوف لو هينفع أقولها لكم الفيديو الجاي، عشان مش كل حاجة ينفع إن هي تتقال على المَلأ يعني، فاهمين؟ ف المهم بقى فإيه، فأنا كنت مضغوطة جدًا، جدًا، وحسيت إن أنا محتاجة أفصل. قُلت بقى إيه، لأ طب أنا على إيه، أصلًا كده محمد في رمضان يعني شغله بيبقى بعد الفطار، فاهمين؟ اللي هو إيه، يعني بيفضل قاعد طول النهار، وبعد الفطار بينزل، بعد المغرب على طول بينزل، ما بيجيش غير تاني يوم بقى على الضهر، فاهمين؟ فأنا بابقى قاعدة لوحدي طول النهار في البيت وبتاع، فقُلت لأ أنا أروح أقعد مع ماما أحسن، على الأقل إيه يعني في وَنَس في البيت وكده. لأنه حتى الوقت اللي محمد بيكون في البيت بيكون نايم، فاللي هو أصلًا يعني ملل، في خنقة وفي ملل وزهق وكده. فقُلت لأ خلاص أنا أروح بقى كده أفُك عن نفسي. غير كمان في آخر الفيديو بقى هاورّيكم بقى أنا كمان إيه اللي خلّاني أكتر مشيت، عشان المقطع اللي أنا بس إيه صوّرته ده كان يعني صوّرته لكم آخر حاجة. كانت حاجات كتير بايظة عندي هاصوّرها لكم في آخر الفيديو وأورّيكم بقى اللي حصل وكده. بُصّوا طبعًا أنتم زي ما أنتم شايفين إن أنا إيه، عمّالة أفضّي الهدوم دي اللي إحنا لسه عاملينها ما فيش من شهرين يعني، والله العظيم ما اتلبست. أقسم بالله الهدوم دي كلّها أنا ما لبست منها إلا حاجتين 3.
تعب ومجهود كله رايح على الارض. مش عارفه في او اقصر شتاء يعدي عليا في حياتي. بصوا بقى يا جماعه، عايزه اقول لكم ايه، عايزه اتكلم معاكم في حاجه يعني مش عارفه، انا مش عارفه الموضوع ده بيحصل معانا لوحدي ولا مع ناس كتير. عارفين لما يكون في حياتكم في ناس مؤذيه، ناس هي عايشه عشان تاذيكوا بس، عايشه عشان تشوف ايه اللي بيضايقكوا ويعملوه. آم، يعني مش عارفه ليه الناس دي بتعمل كده بجد. عارفين الناس اللي هي انا مش عارفه اقول ايه، بس انتوا فاهميني، انا حاسه ان انتوا فاهميني اكيد. في ناس يعني بجد خربت بيوت، في ناس بتسعى ان هي تأذي ناس عشان بيتها يتخرب. في ناس بتأذي ناس ان هي تتعب نفسيتها، تخلي نفسيتها على طول تعبانة. انا بقى موجود في حياتي الناس ديت، حقيقي يعني موجودين في حياتي. ف انا بقول حسبي الله ونعم الوكيل، والله العظيم بجد بالايام المفترجه اللي احنا فيها دي، حسبي الله ونعم الوكيل في كل بني ادم بيأذي بني ادم باي حاجه. عشان اصلا ان حتى تعب النفسيه دي مش حاجه سهله خالص. انتوا عارفين لما حد يجي يقول لكم انا نفسيتي تعبانه دي، ما تستهونوش بالكلمه ديت، الكلمه دي على فكره كبيره. لما يكون حد نفسيته تعبانه دي، ده اصلا الاكتئاب ده ممكن يوصل للانتحار. انتوا فاهمين، مرض وحاجات كده. فلا لا، الموضوع بجد صعب. فحقيقي حسبي الله ونعم الوكيل في اي حد بيسعى لخراب بيت حد، او اي حد بيسعى لأذية حد او لتدمير حد، او انه يعمل حاجه لحد عشان يخرب له بيته او يمرضه او يأذيه او الكلام ده كله. بجد يعني لا لا، الموضوع بقى وحش قوي قوي. احنا انا من كتر اللي بقيت بشوفه في حياتي معايا ومع غيري، يعني معايا ومع اصحابي برضو بيحصل نفس المواقف دي. بصوا انتوا لو بصيتوا هتلاقوا ان احنا كلنا بلا استثناء كده في حياتنا في ناس عايشين عشان يأذوكوا ويضايقوكوا ويعكننوا عليكوا عيشتكم. انتوا فاهمين؟ واللي هو باصين لكم في عيشتكم وحاقدين عليكم وان انتوا عايشين احسن منهم، وانه مع اني على فكره يا جماعه والله العظيم بجد ما تاخدوش بالظاهر. مش كل يعني مش ان انتوا مثلا تشوفوا حد مثلا هو عايش كويس او كده فانه ده يبقى خلاص كده تمام. على فكره في جانب مظلم، في ناس كتير ما بتشوفوهوش. انا في اخر الفيديو هتلاقيني ان انا بقول لكم ان الكلام مش للمتابعين. انتوا المتابعين دول بس اقول لكم على حاجه، هتلاقوني برضو قايله لكم الكلمتين دول في اخر الفيديو. انه يا جماعه الموضوع ده ما بيجيش من الناس الغريبه. يعني مش هتلاقي حد غريب مثلا بيكره لك الخير، بالعكس هتلاقي الغريب بيتمنى لك الخير، غير القريب منك. القريب منك ده هو اللي هتلاقيه بيتمنى لك الشر، مش عايزك ان انت تكون احسن منه، مش عايزك ان انت تكون مبسوط. هو مثلا شايف ان هو عنده مشاكل مثلا وشايفك انت مش ظاهر مشاكلك، عشان هو ما فيش حد ما عندوش مشاكل، كلنا عندنا مشاكل، بس في حد مثلا ظاهر مشاكله وحد لا. فيجي مثلا حد شايفك ان انت مثلا ما بتظهرش مشاكلك، او يقول لك بص ده عايشه مرتاحه، ده عايشة ما عندهاش مشاكل وعايشة بتعمل وبتروح وتيجي وتجيب وتسوق. انتوا فاهمين؟ يعني اعوذ بالله، اعوذ بالله من الناس ديت حرفيا. مش كل حاجة الواحد بيطلعها وبيعرضها هي دي حياته كلها، لا طبعا. في حاجات كتير، وانا اصلا واحدة من الناس يعني اللي ما بحبش اتكلم عن حياتي الشخصية اصلا. يعني ما بحبش حد اصلا يعرف عني حاجة. انا حتى لما بكون مثلا متخانقه انا ومحمد او كده، انا ما بحبش اي حد في الحياه يعرف ان احنا متخانقين. الموضوع ده فيا اصلا من زمان جدا. ف تيجي بقى واحده بقى ما تبقاش عارفه اي حاجه في اي حاجه، بص ده عايشه وعامله ومسويه، فتبتدي بقى ان هي حاجه من الاتنين، يا تنشك عين تجيبك الارض، يا تعمل لك حاجه ان هي بقى تخلي في حياتك مشاكل، تخلي بقى في حياتك اذى، تخلي في حياتك ان انت مش مرتاحه. انتوا فاهمين طبعا دول الناس دي موجودين في حياه كل حد فينا اكيد. فربنا يبعدهم عننا حقيقي يعني بجد، لان الناس دي ناس مريضة نفسيا. عارفين الناس اللي بتعيش تشغل بالها بغيرها وغيرها عمل ايه وسوى ايه وجاب ايه ونيل ايه، دي ناس الله يكون في عونها والله العظيم حرفيا. اكتر ناس بتعيش تعبانة، هما نفسهم ما بيعيشوش مرتاحين عشان شاغلين نفسهم بغيرهم. بمين عمل ايه، كل واحد يحمد ربنا على اللي هو فيه. ربنا بيدي كل واحد 24 قيراط بتوعه. في بقى ربنا بيديهم له فلوس، في بقى ربنا بيديهم له في عيال، في ربنا بقى بيديهم له في صحة، في ربنا بيديهم له. لكن لو كل واحد فينا بص هيلاقي ان كل واحد فينا عنده ميزة مش موجودة عند التاني. لكن نحمد ربنا ازاي ونقول الحمد لله ازاي على اللي احنا فيه؟ لا، نروح نبص على اللي مع غيرنا ونقول ده بص غيرنا عنده، ده غيرنا معاه، ده غيرنا جاب. ف الله يكون في عون الناس ديت، والله يكون في عوننا احنا كمان، لان احنا من نفسيتهم المريضة دي احنا كمان بنمرض، ومن عقليتهم وتفكيرهم المريض ده احنا كمان بنمرض.
وبنتعب ونفسيتنا بتتعب، فحسبي الله ونعم الوكيل في كل مؤذي. بصوا بقى، انا دخلت كده، انا خلصت الصيفي والشتوي زي ما انتوا شفتوا. أنا طبعا اختصرت لكم، انتوا ما شفتوش المعركه اللي انا فيها. انا قعدت يومين بصراحه بعمل في الموضوع ده لحد ما جالي شد عضل في رجلي والله. ف اختصرت لكم يعني كده الموضوع وبس. خلصت بقى، انا كان عندي شويه مواعين في المطبخ لاني ما كنتش غسلت المواعين من قبلها بيوم عشان ما كنتش فاضيه بصراحه. لما حطيت ايدي في موضوع الهدوم ده خلاص كنت عايزه اخلصه عشان الدنيا كانت مليانه هدوم بره وجوه، والسراير مفتحه هنا وهنا، فكنت حابه الم الليله دي كلها الاول. المهم خلصت، هما كانوا شويه اطباق كده وكوبايات وصينيه كنت عامله فيها فرخه وبتاع، حتى نسيتها على النار واتحرقت من تحت. ده بقى لما يكون الواحد تعبان يعني، فاهمين؟ انا لما بكون نفسيتي تعبانه ما بيبقاش ليا نفسي اقف في المطبخ خالص، وده سبب من الاسباب اللي خلاني اروح عند امي، يعني عشان اصلا كده كده مودي وحش وماليش نفسي اعمل حاجه، خلاص هقعد اعمل ايه؟ فاهمين؟ بس فقلت لمحمد انا راح اقعد كده مع ماما كام يوم، انت اصلا كده كده طول الوقت في الشغل وبتاع، وحتى بالنهار بتكون نايم وكده، وانا ببقى قاعده لوحدي وهي كمان بتبقى قاعده لوحدها. بصوا بقى، عايزه اوريكم حاجه، هوريكم كده ايه نبذه عن حياتي واللي بيحصل لي فيها. بصوا، اول حاجه خلونا ابدا لكم باول حاجه حصلت. اول حاجه بدات معايا، ببص لقيت الليد ده اللي هو بتاع المطبخ ده، اللي هو داير ما يدور، ده لافف المطبخ اصلا كله، لافف من فوق كده، داير ما يدور المطبخ كله. ده لقيته يا جماعه، بصوا عمل بوم كده مره واحده وقفل، اتحرق كده لوحده والله العظيم، مفيش حاجه يعني جت جنبه خالص نهائي. تمام، ده كده اول، قلت عادي مفيش مشكله. بعديها تاني يوم قلت ايه، كنت بعمل العصير بقى والحاجات اللي بتاعت الفطار، جيت كنت مطلعه فراوله وجوافه، اجي اضرب يا جماعه الجوافه. اول حاجه عملتها الجوافه، جيت احطها في الخلاط. انا عايزه اقول لكم الخلاط ده اقسم بالله انا من يوم ما جبته يعني ما جراش فيه اي حاجه خالص خالص، ما فيش حاجه باظت فيه ولا صلحته ولا مره ولا اي حاجه. لقيت الايه البتاع بتاعت الشفشق دي بتبقى من تحت من هنا كده، فلقيتها ايه وقعت من الشفشق. طبعا اتضايقت جدا واتخنقت وقلت طب وبعدين وهعمل ايه ومش عارفه ايه والكلام ده كله. طلعت الكبه بتاعت الخلاط، هو معاه كبه تانية كده كبيره، قلت اكمل فيها بقى، اضرب فيها اكمل فيها عشان خلاص الحاجه اللي انا طلعتها دي وكده. اشغل يا جماعه الكبه، الاقي لكم بقى ده اللي هو الموتور نفسه راح فرقع كده يا جماعه. بص انا عايزه اقول لكم انا اتخضيت والله العظيم، طلعت جريت. ده كده الخلاط تمام. اللي بعده، طب اعمل ايه؟ طبعا الوقت ضيق وعايزه اعمل العصير ومش عارفه ايه والكلام ده كله. جيت طلعت الهاند بلندر، قلت انا هعمل بالهاند بلندر، هطلع كده الفاكهه واستنى يعني على شويه ان هي تفك من التلج وكده واضربها بالهاند بلندر. قعدت يومين بعمل على الهاند بلندر، بعمل عليها الجديده، الهاند بلندر اللي هي دي البراون الجديده اللي انا لسه جايباها قبل رمضان باسبوع. خلاص ضربت عليها يومين، تالت يوم اجي اشغلها، بدوس من هنا مش عايز يدوس، ادوس مش عايز يدوس، مفيش، الموتور مش عايز يشتغل. هو في الاول قاعد يعمل ايه، تك تك تك، فاهميني؟ اول ما بتشتغل بتفضل تشتغل على طول، لا هي فضلت تك 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 كده 3 تكات في الاول بطيء جدا، وبعد كده لقيتها وقفت بقى خالص خالص. ادي الكبه اللي لسه جايباها ب4500. تعالوا بقى ايه، المكنسه اللي بالبخار اللي انتوا كلكم كنتوا بتقعدوا تسالوني عليها وكنتوا حابينها، وانا كمان كنت حباها جدا يا جماعه، لان بجد يعني هي عندي بقى لها سنين كتير، عندي بقى لها يجي 8 سنين وما كنتش بستخدمها. بس لما بدات بقى طلعتها واستخدمتها والله العظيم، بصوا شايفين المنظر؟ اطلعها، هي لما كانت مش شغاله، لما قلت لكم في الفيديو مش شغاله، كانت مسدوده، كانت عايزه تستسلك. بعد ما سلكتها وكده وجايه بعمل بيها، راحت يا جماعه بصوا اتقطمت. بصوا دي اليد بتاعتها اهي، اتكسرت اتقطمت، شايفين؟ فاللي هو انا مش قادره اقول لكم على احساسي والله العظيم يا جماعه. في حاجه غلط عندي، في حاجه غلط. طب استنوا بقى هوريكم حاجه كمان اخيره، صلوا على النبي بقى كده وبصوا معايا، بصوا اتفرجوا. ده طبق، الاطباق دي بتدخل الميكروويف عادي.
ده طبق كنت حاطه فيه حاجه ودخلت له ميكروويف علشان اسخن فيه حاجه يعني. والله العظيم يا جماعه انا لقيت سمعت صوت حاجه طقت، بفتح الميكروويف لقيت الطبق بالشكل ده. شايفين رسمه العين؟ شايفين؟ بصوا ده انا والله لو قصده ان انا اكسره الكسره دي ما هيطلع معايا مظبوط الظبطه ديت. بصوا يا جماعه الطبق عامل ازاي، رسمه العين ازاي، شايفين؟ بصوا موضوع بجد صعب. ربنا يرحمنا برحمته ويبعد عننا العيون الحاقده الوحشه، جلبة الشر حقيقي. يعني في ناس اقسم بالله لما بتشوف حد يعني ايه، ما بتشوف حد مش كويس او عايش مرتاح او حاجه، بص لو مثلا ما تقولش ما شاء الله او مثلا اي حاجه ولا ربنا يبارك ولا كده، لا بتحسد وتبص وتقر ويعني بصوا انا مش عارفه اقول لكم والله العظيم بجد. فحقيقه يا جماعه يعني كلمه الواحد لما يشوف حاجه عجبته يقول ما شاء الله تبارك الله اي حاجه كده، لان العين اصلا ممكن تحسد حد من غير ما يعني من غير ما انت تبقي قاصده انك تحسدي حد. وعلى فكره كلامي مش ليكوا انتوا كمتابعين عشان انتوا تطلعوا تقولوا ايه طب ما انتوا اللي بتعرضوا حياتكم وانتوا اللي مش عارفه ايه. على فكره يا جماعه لا، اللي بيحسد مش الغريب. انا عايزه بس اقول لكم على حاجه، اللي بيحسد مش الغريب، اللي بيحسد القريب منك هو اللي هيحسدك، الغريب مش هيحسدك. القريب منك مش هيتمنى لك الخير، الغريب يتمنى لك الخير، فاهمني؟ فبجد بجد حسبي الله ونعم الوكيل في اي بني ادم مؤذي بيأذي حد بكلمه باعمال باسحار بنظره بحسد بصوا بحقد بغل باي حاجه، انه الواحد يعني يبقى كده. انا قسما بالله العظيم ثلاثة انا بسبب يعني الحاجات اللي هي حاصله دي انا قفلت من البيت، انا قفلت منه وسبت الشقه كلها ورحت قعدت عند ماما. ف مش عارفه اقول لكم ايه والله العظيم بجد. يعني انا حاسه ان في حاجه تانية بايظه وانا نسيت اوريها لكم والله العظيم. يا جماعه كل حاجه عماله تطق وتفرقع وتبوظ لوحدها والله العظيم تاني حرفيا. يعني مش عارفه في ايه، انا مش عارفه. يلا الحمد لله الحمد لله على كل حال. انا حبيت اوريكم نبذه عن اللي انا فيه. تعرفين دلوقتي والله العظيم مش عارفه اعمل عصير على الفطار خالص، ببعت اشتري من بره على الفطار لانه اصلا الحاجات دي هتاخد وقت على ما تتصلح، وغير كمان النفسيه وحشه وانا كمان ما كنتش قاعده ولسه ديني راجعه البيت. يلا الحمد لله يا رب، ربنا يعني يتولانا حقيقي على اللي احنا فيه. بجد حزينه قوي يا جماعه على الكبه الجديده دي. مش عارفه لسه، حاولت اشوف توكيل بتاعها معرفتش اوصل، حاول اشوف بقى توكيل لو معرفتش اوديها لحد يصلحها. اللي انا مستغربه الاطباق دي بتدخل الميكرويف والله مش عارفه ده ايه اللي خلاها طق وطق كده بالشكل ده. شايفين؟ بصوا والبتاعه دي زعلانه عليها قوي، كانت بتخلي الكابوتونيه والركنه حلوه قوي، كانت بتنضفهم حلو. يلا الحمد لله الحمد لله. بس ده يا جماعه كان الفيديو بتاعي النهارده، يا رب يكون عجبكم وما ما اعتقدش ان هو يكون عجبكم بصراحه، انا نفسي محبطه حقيقي. فالحمد لله. يلا توحشوني لحد فيديو جديد، باي باي.